من فضائل الأعمال في هذا الدين ومن الأشياء الجميلة فيه أن الإنسان يصاحب الأخيار ويؤجر عند الله عز وجل. صحبة الأخيار والصالحين مع أنها منفعة في الدنيا إلا أن الإنسان يؤجر عليها أجرا عظيما لو احتسب الأجر عند الله عز وجل. وهذا رجل زار أخا له في ناحية القرية في مكان بعيد، فأرسل الله عز وجل على مدرجته ملكا يبشره، فسأله في البداية: ألك حاجة تربها عليه؟ قال: لا، إلا أنني أحبه في الله. قال: إني جئت أبشرك أن الله عز وجل يحبك كما أحببته. الله عز وجل يحبك لأنك ما أحببت أخاك إلا له. 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. يا الله، هناك إيمان وهناك حلاوة إيمان، ومن أراد أن يذوق طعم الإيمان وحلاوة الإيمان فليوجد هذه ال3 في قلبه. من ال3 قال: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. الله ألف بين قلوبهم، ثم بعد هذا يأجرهم جل وعلا ويحبهم جل وعلا، مع أنهم مستفيدون في الدنيا. صحبة الأخيار فائدة في الدنيا قبل الآخرة. 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من ال7 رجلان تحابا في الله، اجتمع عليه وتفرقا عليه. رباط الأخوات طوق النجاة، لأجل الإله نزيد انتماء، ونحيا بوصل كبلورة تشع انتظاما بها كبرياء، إذا ما كسانا الضياء بصبح غدوا. من بركات الأخوة الصالحة والصحبة الصالحة أن العبد المؤمن إذا دخل في الجنة ثم بحث عن أخيه في الله قصرت حسناته ما دخل الجنة، فإنه يسأل الله له الشفاعة: يا رب، إن فلانا كان معنا، يصلي معنا، يصوم معنا، يحج معنا، كان معنا في الدنيا، قصرت حسناته، دخل النار. فيقول الله عز وجل للمؤمنين في الجنة: اذهبوا فأخرجوا من النار من كان في قلبي مثقال حبة خردل من إيمان. ممن تعرفون من أصحابكم من الصحبة الصالحة أخرجوهم من النار. ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: قال: أكثروا من الإخوان فإنهم عدة في الدنيا والآخرة. ألم تسمعوا قول الله عن أهل النار في النار: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. أما أهل الإيمان: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. فمثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فأيهما تحب أن ترافق، حامل المسك أو نافخ الكير؟ فيا صحبتي والإخاء نشيدي، فشدوا الوثاق لنحيي الرخاء، وكونوا